حماده وحنبذ الاتنين عملوا حادثه. حماده خسر مخه وجسمه سليم زي ما هو ما اتخدش، وحنبذ العكس، خسر جسمه كله تهتك ومخه سليم زي ما هو. فالعلماء قالوا طب ما ناخد مخ ده نحطه في جسم ده. كان السؤال هو مين فيهم اللي هيصحى؟ يعني ايه؟ يعني انا خدت مخ حنبذ حطيته في جسم حماده، حماده ده بقى يا باشا هو اللي هيصحى، هو اللي هيفوق. بس هل هيصحى وفاكر نفسه حنبذ ولا هيفتكر نفسه حماده؟ فالعلماء قالوا لأ، هيصحى أكنه حنبذ. ليه؟ لأن إحنا نقلنا المخ كله. طب صباح الفل، ما عندناش أي مشاكل. السؤال هنا هوّة برضه، يبقى معنى كده إن الmemory الذاكرة تقدر تتنقل. ليه؟ لأن أنت لمّا نقلت المخ كله الذاكرة اتنقلت، يبقى معنى كده إن جزء من المخ هيبقى مكوّن الذاكرة. طب دي مبدئيًا فكرة مرعبة جدًا، إن واحد الذاكرة بتاعته ممكن تتنقل من مكان لمكان. طيب هل العلماء ما حاولوش يعملوا ده؟ حاولوا. إيه ده؟ طب عملوا إيه؟ بُص يا سيدي، كان أمّا المخ قبل ما يموت كانوا بيحاولوا يشوفوا الsynapses بتاعته، بس لقوا إن هو المخ أول ما بيموت في خلال دقيقتين 3 الsynapses كلها بتختفي، بتتبخر، أسرع حاجة في جسم الإنسان. أوكي، طيب كويس أوي، بتتحلل يعني. طيب كويس أوي. طيب فقالوا يعملوا إيه؟ أنا وأنا قاعد مع الAI قُلت له طب أنا ممكن أفكّر في فكرة، إن أنا لو واحد مات وهو كان نايم. ليه؟ لإن في اختلاف ما بين وأنت صاحي وأنت نايم. فقُلت له تعالَ نشوف بس إيه اللي بيحصل. فأمّا لقينا الواحد وهو جاي ينام مبدئيًا جسمه بيبرد. أوكي، تاني حاجة هنا في الحتّة دي لو دوست عليها لمدة 30 ثانية أصلًا غالبًا هتنام. أوكي، فده أكنه زرار، فالزرار ده أكنه بيcontract لجوّه، بيخش لجوّه، فبيخلّي حتّة معيّنة في المُخ فعلًا عكس الحتّة دي بالضبط بتنوّر، دي ما بتنوّرش غير وأنت نايم. أوكي، طيب هم راحوا عاملين أبحاث عاملة إزاي؟ الأبحاث إن أنت وأنت صاحي بيبقى في حتت معيّنة في المُخ منوّرة، بعد كده وأنت نايم في الحتت بتطفي وفي حتت بتنوّر زيادة، زي إيه؟ زي حاجات العين. أوكي، الحاجات البصرية والحاجات السمعية، بتنوّر وأنت نايم وأنت وداخل تنام بيحصل إيه؟ جسمك مُخّك بيفصل معظم الsensory اللي هو إيه، المعلومات اللي داخلة له، بيقعد يقفلها، الجو حلو، الجو وِحِش، مش عارف إيه، بيقفل كل ده. آخر حاجة بتتقفل بتبقى السمع. ليه؟ لإن هو ده بيتقفل بس وأنت في حاجة اسمها deep sleep وأنت بتحلم. أوكي، وده بيبقى قليل مش كتير، غير كده السمع شغال وأنت نايم، بكفاءة أقل عشان ما يinterruptش النوم بتاعك. طيب قُلت طيب ما دام إحنا عملنا scans وشُفنا المُخ بيبقى عامل إزاي وهو نايم وهو صاحي، يبقى إحنا كده نقدر وهو صاحي نفصل الحاجات اللي هي كده إحنا عارفين دي وهو صاحي، والحاجات وهو نايم هتفضل الحاجة الوحيدة اللي بتشتغل وأنت نايم بس. أوكي، اللي هي الحتّة دي. طيب قُلت طيب تمام كويس أوي. طب ما معنى كده إن أنت كبني آدم في وقت النوم فعليًا ما بتبقاش موجود. طب ده دخّلني في فكرة عبثية جدًا، عاوز أعرف رأي الناس فيها. ماذا لو إحنا كل الناس بتكلّم نَفْسها، طب ماذا لو أنت التاني، أنت مش الأولاني؟ يعني إيه؟ يعني الجسم عنده functions biological اللي هي إيه، عاوز ياكل، عاوز يشرب، عاوز يجري، يتزاوج، عاوز، وأنت الكائن اللي جوّه اللي هو الروح أو النَفْس، أو النَفْس فعليًا. أوكي، ومش أنت اللي بتقول له بقى اعمل كذا، ما تعملش كذا، وهو ده الdebate اللي بيبقى ما بين غريزتك وما بين الحاجات اللي أنت بتتعلمها على مدار الوقت والدين والكلام ده كله. وأنت نايم بتفصل عن الحتة دي، ده وجهة نظري يعني، ممكن تبقى حاجة زي كدهوّة. ليه؟ لإن أكيد لو هانقل دماغ واحد من مكان لمكان يبقى ونفعت، هي طبعًا لسه ما اتعملتش عشان بس نبقى واضحين، لغاية دلوقتي بالطب اللي عندنا بالتكنولوجي بكل الكلام ده ما نقدرش نعملها. أوكي، عشان بس نبقى واضحين، عشان إيه ما حدش يقول لك دي اتعملت، لأ لسه ما اتعملتش. أوكي، في تجارب وفي تجارب على حيوانات ما بيقدروش يخلّيهم يعيشوا. أوكي، بس الconcept إن هو إحنا رايحين للاتجاه ده. أوكي، وطالما القلب اتنقل يبقى كل حاجة ممكن تتنقل. أوكي، يعني خلاص المُخ ممكن يتنقل، ممكن يتنقل، بس وصّله صح ويستجيب ويعني طبيًا ما فيهاش مشكلة، بس مين اللي هيصحى ده philosophy. أوكي، ما حدش عارف هل هيacquire الmemories بتاعة حد تاني، وهل ده معناه إن أنت نَفْسك ما فيهاش ذاكرة. أوكي، يعني لو هي ما فيهاش ذاكرة يبقى أنت لو رُحت جسم تاني مش هتعرف أصلًا إن أنت رُحت جسم تاني أصلًا، يعني ما ينفعش تعرف ليه؟ لإن أنت بتاخد الذاكرة اللي موجودة في الجسم وبتستخدمها، بس أخلاقك واللي أنت اتربيت عليه والعادات والتقاليد والدين بتاعك اللي هي النَفْس وما سواها اللي هي أعمالك بتضاف، ما بتروحش في حتّة لإنها بتروح على النَفْس. أوكي، فألهمها فجورها وتقواها. يعني ده من وجهة نظري يعني.
انا مش بميكس الدين مع العلم، بس هو ات الاينز في الحته دي كويس قوي، بالذات في حته النفس. اوكي، وانواع النفس والحاجات دي كلها، ان فعلا الميموري مش ما ينفعش تكون مرتبطه بالنفس، لان انت بتعمل حاجات وبعد كده بتنساها. اوكي، مش معنى ان انت نسيتها ان هي ما اتحسبتلكش، او ان انت ما استفدتش منها، ما خدتش منها الخبرات العلميه اللي هتقدر تطبقها. يعني لو واحد سرقك، انت ممكن تنسى السرقه بقى بعد 10 15 سنه ان انت اتسرقت اصلا، بس اتعلمت ان لما واحد هيقول لك تعالى هاخد منك فلوس وهدي لك اضعاف مضاعفه، ده غالبا حرامي. اوكي، فانت ده اللي انت فاكره، بس مش فاكر بالظبط السرقه وقال لك هات فلوس ازاي الذاكره راحت. فده وجهه نظري في الحته دي. برضو عاوز اراء، لان الموضوع ملعبك جدا وهو فيلوسوفيكال ومفيش صح وغلط، عادي جدا ان ممكن ابقى غلط. فايه، هحاول احط لكم لينك الشات، هو طويل جدا وفي ديتيلز اكتر ما بين الحاجات الدينيه وما بين الايات وما بين الالاينمنت، فشوفوها وقولوا لي ايه رايكم. وبرضه انا كاتب له لو شتيت قول لي، ولو انا شتيت قولوا لي عادي جدا، مفيش اي مشاكل، بس بسبب. يعني ما تقوليش انت كده شتيت، لا لا، لازم انت شتيت عشان ده متناقض مع الدين، وده متناقض مع كذا، وده في حديث بيقول كذا، وفي يعني ايه، لان كمان في آية عن الناس اللي هي هتموت وهم نايمين. اوكي، اقروها، انا كاتبها برضو في الريسيرش وشرحها وكل الكلام ده كله هتلاقوه موجود. شكرا.